أمّا علاقات الحب والزواج دلوقتي للأسف بتواجه تحديات قوية جدًا، بييجي الحب يدخل قلوب مجروحة، قلوب اتألمت من مشاعر الرفض والخذلان والتخلي والإهمال العاطفي وعدم الأمان والإحساس بالوحدة والتعلقات الغير آمنة وغيره من الصدمات والجروح العاطفية، وبسبب كل ده العلاقات بتتعطل وللأسف مش بتمشي في الاتجاه السليم، وكتير يعانوا إنهم مش قادرين يعيشوا علاقات صحية. فعشان الحب الحقيقي يتعمّق بقى في القلوب المجروحة دي من الجروح اللي قُلناها والصدمات اللي قُلنا أمثلة عليها، لازم ننقّيها من كل الشوائب العالقة بيها، ومن كل الندبات والجروح اللي أصابتها، عشان يتوغّل ويتعمّق الحب فيها، وتعود الفطرة النقية للحب الحقيقي النقي الصادق، الحب الغير مشروط، هي اللي تملأ القلوب دي وتستولى عليها وتنوّر كل جزء مظلم منها. وعملية تنقية الشوايب دي هي عملية تزكية النفس اللي ربنا وصانا بيها في القرآن الكريم لما قال لنا ربنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعملية تزكية النفس دي هي اللي احنا دلوقتي بنسميها التشافي من الصدمات النفسية والجروح العاطفية وجروح الطفولة، أو بنسميها تحرير المشاعر وتنظيف المعتقدات السلبية. أنا بسمة معالج شعوري لتشافي الصدمات النفسية والجروح العاطفية وكوتش في تشافي العلاقات الإنسانية، ودوري إني في الجلسات الخاصة أساعدك تتعامل مع أي أفكار سلبية جواك وأي مشاعر سلبية بتمر بيها، ونقبل المشاعر دي ونحررها من جذورها العميقة في الطفولة بتكنيكات عميقة جدًا، وكمان نغيّر أفكارنا السلبية ونفهم اللي حصل معانا وقت الصدمة بوعي جديد ووجهة